في سنة 1557 للميلاد أصدر الخليفة العثماني سليمان القانوني أمراً باغتيال سلطان المغرب الأقصى محمد الشيخ السعدي، وذلك بسبب خيانة هذا الأخير. وفعلاً تم اغتيال هذا الخائن وتعليق رأسه على أسوار قسنطينية. ولمعرفة هذه الخيانة التي صدرت عن هذا السلطان المغربي شاهد معنا هذه الحلقة. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن اعتداء السلطان المغربي محمد الشيخ السعدي على الجزائر واحتلاله تلمسان، ورغم ذلك فقد حاول الخليفة العثماني أن يهدئ الأمور وطلب من حكام الجزائر أن يتجاوزوا عن هذا الفعل، وقام بخطوة طيبة من أجل توطيد السلام وجمع الشمل، فأرسل الخليفة العثماني وفدا جزائريا سنة 1553 مكونا من كبار العلماء يرأسهم الفقيه العلامة أبي عبد الله محمد بن علي الخروبي. ويجب أن نؤكد أن السلطان المغربي محمد الشيخ السعدي لم يحسن استقبال هذا الوفد بالطريقة اللائقة، ومع ذلك فقد أسفرت هذه السفارة على رسم حدود فاصلة بين دولة الجزائر ومملكة مراكش. وإذا كانت دولة الجزائر شافت في هذا الاتفاق بصيص أمل من أجل تحسين العلاقات مع جيرانها، فإن السلطان السعدي محمد الشيخ كان له رأي آخر، حيث ظل في الخفاء يراسل الإسبان، بل وعقد معهم اتفاقية تقضي بتوجيه ضربة مشتركة ضد الجزائر، وكان ذلك بشكل رسمي سنة 1555. يومها كان حاكم الجزائر هو صالح رايس، ولحسن حظ الجزائر آنذاك أن يهود المغرب أخبروا أبناء عمومتهم من يهود الجزائر عن تفاصيل هذا الاتفاق، ويهود الجزائر بدورهم أخبروا حاكم الجزائر. قد يتساءل بعضكم عن سبب إخبار اليهود لحاكم الجزائر، طبعا ذلك ليس عن حب في الجزائر، ولكن خوفا على مصالحهم، فقد سبق لهم وتعرضوا للتنكيل من طرف إسبانيا. ومن حق أي واحد أن يكذب هذه الرواية، يكذبها يعني في بادئ الأمر، ويقول أن العثمانيين هم الذين اختلقوا هذه القصة. ولكن لحسن الحظ هناك نص التقرير السري الذي أرسله مبعوث حاكم وهران ميغال ليزانو إلى حاكم وهران الكونت دالكوديت، والمؤرخ سنة 1555. ولا يزال إلى الآن هذا التقرير محفوظا في أرشيف سيمانكس بإسبانيا، وهي الوثائق التي تم ترجمتها إلى الفرنسية ومطبوعة في هذا الكتاب. التقرير موجود من الصفحة 260 إلى 270، ويمكن قراءته مترجما إلى العربية في كتاب أحمد توفيق المدني حرب 300 سنة. وقد تحدث أيضا عنه المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي في كتاب التاريخ الدبلوماسي. وإليكم ما اتفق عليه السلطان السعدي مع إسبانيا وستندهشون. يقول كاتب التقرير: كان إلى جانب الملك السعدي القائد المنصور، وكان الملك معه أيضا القاضي بوشميدة، ويقصد بوحميدة، ومترجم الملك ليفي اليهودي. وأجابهم الشريف بأنه لا يزال عنده فكرة وأنه يريد أن يطرد الترك من كامل إفريقيا، ومن أجل ذلك فهو يطلب من جلالة الإمبراطور إمداده ب10,000 مقاتل يحملون السلاح الناري. ويضيف كاتب التقرير: وعلى الإمبراطور أي إمبراطور إسبانيا أن يقوم بكل ما يلزم لهؤلاء الرجال من نفقات، وذلك لأن طرد الأتراك إنما هو عمل تستفيد منه ممالك جلالة الإمبراطور وتستفيد منه المسيحية جمعاء. وأيضا أخبرنا صاحب التقرير أن السلطان المغربي أخبر كاتب التقرير أنه لا يمكنه أن يثق كثيرا في أهل فاس، لأنهم يعني بطبيعة الحال سيرفضون هذه الخيانة والعمالة للكفار. وجاء في التقرير أن السلطان السعدي حين ذكر له يعني الحاكم أو صاحب التقرير الإسباني مدينة الجزائر، وسأله السفير الإسباني: ماذا نصنع بمدينة الجزائر بعد احتلالها؟ فانظر ما هو رأي الشريف السعدي، الشريف اللا شريف. قال: هذا النذل الخسيس يجب تحطيم هذه المدينة وإزالتها تماما، أما أهلها فلنا أن نأخذ أموالهم وأن نقتلهم في حالة ما إذا دافعوا عن أنفسهم. لكنه رفض أن يتم أسرهم، خصوصا العرب، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية. اللهم قوي إيمانه. يعني تدمير مدينة إسلامية وتمكين الكفار من احتلالها واستباحة دماء من يدافع عنها حلال زلال، وأما أسر بعض العرب فمحرم. سبحان الله. بعد ذلك
عاد كاتب التقرير إلى الشريف سعدي وطلب منه أن يدفع هو تكاليف الحملة، وذلك لأن الأسبان رأوا لهفة السلطان السعدي وحقده على حكام الجزائر وعلى الخلافة العثمانية. وفي الأخير وافق السلطان السعدي على دفع مقدار 3 مثاقيل من الذهب في الشهر، وذلك ل10,000 من حملة السلاح الناري. وقد جاء تعليق الكونت دالكوديت مثيرا حيث قال: ويجب أن نعتبر أنفسنا سعداء في الوقت الذي يحاربنا فيه ملك فرنسا ويتحالف مع العثمانيين، ها هو ملك عربي يعرض علينا مهاجمة أتراك الجزائر ومحاربتهم وإبعادهم عن الأرض التي يحتلونها في إفريقيا. بعد أن علم صالح رايس ببنود هذا الاتفاق، راسل الخليفة العثماني سليمان القانوني وأطلعه على هذه المحادثات، وجاء الأمر المباشر من السلطان سليمان إلى صالح رايس، وذلك من أجل المبادرة لتحرير مدينة بجاية ثم وهران، وكانت آنذاك تحت الاحتلال الإسباني. وفعلا تم تحرير مدينة بجاية سنة 1555، وتوجه صالح رايس لمهاجمة وهران، وأرسل إليه السلطان العثماني 40 سفينة بحرية و6,000 جندي، وانضم إلى الحملة أشاوس جبال الجرجرة ومن انضاف إليهم من المتطوعين. لكن صالح رايس للأسف باغتته الوفاة سنة 1556. وفي الأخير فشل هذا التحالف السعدي الإسباني، وانهزم القائد الإسباني وحاكم وهران الكونت دالكوديت، وذلك في معركة مزغران الشهيرة، وقتل رفسا بأقدام جنده الفارين من أرض المعركة. ولكن مع ذلك أرسل جثمانه معززا مكرما إلى وهران، لأنه رغم أنه كان عدوا لنا فقد اتصف بالشجاعة التي يحبها الفرسان ويحترمونها. أما محمد الشيخ سعدي فانهزم جيشه مجددا في تلمسان، وبعدها بأيام قام بعض العثمانيين الذين يعملون في بلاط محمد الشيخ باغتياله وقطع رأسه وتعليقه في أسوار القسطنطينية، وذلك كي يكون نكالا لكل عميل. وبذلك انتهى أمر هذا الخائن، ويا تاريخ سجل، والله لا يهدي كيد الخائنين.